نتكلموا على الظروف والملابسات ديال هذا الطفل هذا. اولا التربه، لانه باش نتفقوا مجموعه ديال السيناريوهات وضعتهم لجان الانقاذ محليا وبتتبع مباشر من طرف السيد وزير الداخليه ووزير الصحه، وايضا باشراف من السيد رئيس الحكومه. وكان السيناريو الاول واش ما يمكنش نوسعوا القطر، ولكن التربه مشينا حتى وسعنا القطر لا قدر الله نقدروا نطيحوا في شي مشكل ديال السقوط ديال الاحجار وديال التربه وديال كذا. تم التفكير واش يمكن ننزلوا شي واحد من اعضاء لجان الانقاذ. درت محاولات عديده في هذا الاطار هذا، للاسف كلها ما نجحتش لانه كانت كتلقى بواحد العائق. تم التفكير اننا نحفروا بشكل موازي ونحاولوا نوصلوا للطفل ونديروا واحد المنفذ منين تقدم على المستوى اللي وصلنا له. ما كاينش مشكل الاليات، ورجاء مره اخرى هذه راه المملكه المغربيه، راه ماشي شي بلاد واحده اخرى. راه عندنا الامكانيه والقدره والتجربه والحس باش نتدخلوا، هذا هو اللي كيدار. ولجان الانقاذ مشكوره واصلت الليل بالنهار 48 ساعه الان لكي تنقذ هذا الطفل، لان هذا الموضوع مأساوي على المستوى النفسي. وحنا كنحطوا راسنا في وضعيه الوالدين ديالو والاقارب ديالو والاهل ديالو والاحباب ديالو اللي ينتظروا في اي لحظه انه يكون الفرج.